عظمة على عظمة على عظمة يا ست. الله على الحلاوة وعلى الجمال، العظمة لله وحده طبعا. ايه رأيكم في طبق العصبان اللي يشهي اللي زي العسل ده؟ يلا بينا اقول لكم انا عملت طريقته ازاي، بقرمشته بقى، بخلطته، بكل حاجة فيه. يلا بينا نشوف الجمال ده والحلاوة دي اتعملت ازاي. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل عشان تشوفوا انا عملت ازاي. شايفين الجمال والحلاوة واللون الذهبي والشوربة اللي زي العسل وعصرة الليمونة كده، وأحلى أكل وأحلى طعم تلاقيه هنا عندي في وصفة شيماء. يلا بسرعة اعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي علامة الجرس عشان كل ما انزل وصفة توصلك على طول. يلا بينا نشوف المقادير بتاعة العصبان بتاعنا أو الممبار حسب ما انتوا بتسموه. يلا بينا نشوف المكونات معانا ايه. معانا بصلتين وسط او بصلتين كبار، لان العصبان عامل زي خلطة المحشي، بس خلطة المحشي بتتعمل في تسبيكة على النار، لكن العصبان بيتعمل ني في ني. فيلا بينا كده، معانا بصلتين حلوين مقلوظين حلوين كده هنفرمهم في الكبة، ومعايا حوالي من كيلو طماطم او كيلو لاني معايا كمية رز حلوة. فيلا بينا كده بقى هفرم البصل معاكم اهوت في الكبة زي ما انتوا شايفين. معايا طبعا المكونات طماطم عشان نعمله الصلصة، معايا بصل، معايا خضرة محشي، معايا صلصة، معايا البهارات، معايا العصبان او الممبار. بجيبه وبنضفه جامد، انا اللي بنضفه في البيت، ما بحبش تنظيف بره. بغسله مرة واتنين وتلاتة. اللي حابب طريقة تنظيف العصبان او الممبار يكتب لي وانا انزل لكم الطريقة هنا، الوصفة بتاعة تنظيف العصبان. اي حاجة حابيني اي وصفة حابين انزلها لكم اكتبوا لي في الكومنتات عايزين وصفة كذا، وان شاء الله هنزلها لكم باذن الله. هنا بعد ما فرمت كده البصل، عطيته نص فرمة كده علشان عايزاه يبقى ايه، البصلاية خشنة شوية، مش ناعمة جدا. هبتدي بقى افرم الطماطم معاكم كده اهيت. والكبة حلوة في ايه، ان هي بتخلي لك الطماطم زي ما تكوني مقطعاها بايدك قطع صغيرة، ما بتقرصيش عليها في الضرب جامد، فبتديكي زي ما تكوني انت مخرطاها على ايدك. وانا عايزاها كده بالظبط، تبقى نص ضربة كده. ويا سلام بقى لو قطعتيها على ايدك تقطيع صغير خالص برضو هتبقى حلوة جدا. خلاص، بقول لكم كل تركة كده تديكوا طعم مسكر في الاكل. هنا فرمت البصلة وفرمت الطماطم، وهنزل كده بمعلقتين صلصة كبار. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. همسح كده مين زي كده في المطبخ ماسك في الفوطة 24 ساعة كده، مين يا جماعة؟ يلا بينا بقى ننزله بالبهارات كده. معايا ملح مبهر، الملح المبهر ده عبارة عن شطة وكمون وكزبرة ناشفة وملح، وهنزل بفلفل أسمر وملح. هظبط الحدق بتاعي. هنزل هنا بمعلقتين صلصة حلوين اهم زي ما انتوا شايفين اهو كده. نزلت بمعلقتين صلصة زي ما انتوا شايفين كده، وبقلب برطمان الصلصة كده علشان ما يعملش طبقة على وش البرطمان او يخلي ريحته مش حلوة او يحمض على طول. دي برضو تركة حلوة في علبة الصلصة. هنا بقى نزلت حوالي من ربع كوباية زيت واكتر اهوت. ويلا بينا نقوله عملنا خلطة المحشي دي ازاي. غسلت بقى الرز اهوت، وهخرط الخضرة وانزل بيها هي كمان ني في ني يا جماعة. العصبان او الممبار ما بيتقللوش على النار، ما بتسبكلوش التسبيكة، بيتعمل كله ني في ني. وبرضو ده يرجع لحضرتك انت بتحبي ايه، بس هو بيتعمل ني في ني. هنا خرطت الخضرة اللي هي خضرة محشي عادي خالص، شبت وكزبرة وبقدونس، وكترت شوية الخضرة بتدي طعم حلو كده، المحشي بيحب البصل والخضرة كتير. اهو بقى العصبان بتاعي مغسول وبالليمون بالليمون والدقيق وجنزبيل ومظبطاه، يعني انا بغسله بحبة مكونات كده بيخلي ريحته زي العسل. هنا بقى هبتدي احشي العصبان والخلطة لونها احمر وجميل، والله الكاميرا ظلماها، الطماطم ياما والصلصة ياما، وهتشوفوه لما يتسلق. يلا بينا اقول لكم المقادير تاني او المكونات اللي في الصينية دي وانا بحشي العصبان. عايزة اقول لكم تركة، بس ان العصبان ما بيتحشاش ياما، العصبان بيتحشى حاجات بسيطة وتبططيها كده ويبقى فاضي. ليه؟ لان الرز لسه هيستوى، فعايز مكان يستوى فيه، فالحبة دول هينفشوا وهيملوا العصبانة، فعلشان ما تلاقيش مكان تزيد فيه فهتفرقعلك صبع العصبان.
فهمتوا قصدي؟ يعني العصبان بياخد كمية صغيرة جدا زي الحمام بالظبط. يلا بينا اقول لكم المقادير تاني. المقادير عبارة عن فرمت بصلتين كبار، عليهم طماطم حوالي من كيلو طماطم، على حسب الكميات ديت انت بقى تظبطيها بايدك. وفرمت الطماطم نص فرمة ونزلت عليها في البصل، وبعد كده غسلت الرز ونزلت عليه، وبعد كده نزلت بالبهارات اللي انت حباها. انا حطيت ملح وفلفل اسمر، وحطيت ملح المبهر اللي هو كزبرة كزبرة ناشفة وكمون وشطة وملح، ونزلت بربع كوباية زيت ومعلقتين صلصة، وقلبت كل ده في بعضه، وغسلت الرز ونزلت بيه وكمان الخضرة. اهو زي ما انتوا شايفين كده الخلطة جميلة. الخلطة عايزة تتسوى وتتاكل كده، ريحتها جميلة جدا جدا جدا. هبتدي بقى احشي زي ما انتوا شايفين كده، وما تمليش العصبانية ياما، العصبان ما بيتملاش، يا دوبك تحطي حبة الرز وتبططيه كده يبقى فاضي، لان هو لما يستوى هيزيد وهينفش، لان ده رز لسه ني، لما بيستوى عايز مكان يستوى فيه. وطبعا احنا بنقلبوه على الوش اللي فيه الدهنة ده بيبقى جوه، علشان الإدام ده كله ينزل في الرز فيسويه ويدينا طعم حلو ودسامة ليه. طبعا حاطين في الخلطة دي ربع كوباية زيت واكتر كمان، علشان ايه يخلي لي الرز مفلفل كده مش معجن جوه العصبانية. خلاص يا حبايبي، انا بقول لكم كل تركه فيه. هنا ما شاء الله بعد ما خلصت حشو كله العصبان، حطيت ميه على النار في الحله دي، وحطيت حبه عصير طماطم وبصلايه، وابتديت انزل بالعصبان كده والميه بتغلي. الميه تكون بتغلي يا جماعه، بس مش قوي عشان ما تفرقعليش العصبان اول ما ينزل. الميه دي فيها ايه؟ فيها عصير طماطم وفيها بصلايه، اي زي اي شوربه عاديه خالص. حطيت ورق لورا وحبهان وبس، وملح وفلفل. هي دي تمليحة الشوربة بتاعة العصبان، ملح وفلفل ورق لورا حبهان آم، وطماطم وبصلاية، بس عصير الطماطم بس ضربته في الخلاط. هنا بقى يلا بينا، حطيت اول رصة من العصبان، ودي تاني رصة كده بعد ما استوى وطلعته في مصفى يتصفى حلو قوي. هنا بعد ما العصبان استوى، وبتعرفي انه استوى ازاي؟ انك بتضغطي على العصبانية كده بتلاقيها طرية، وبتلاقي الرز استوى، تعرفي ان العصبان استوى. ابتديت احمره كده معاكو، ولازم تطلعيه في مصفى يتصفى حلو عشان ما يطرطش عليكي زيت. وسخنت الزيت وابتديت اقلي فيه كده، واديته اللون الذهبي الجميل دوت، المشاهي اللي يخلي الواحد يقعد ياكل فيه ما يقومش من على الاكل. يا رب طريقتي في العصبان تكون عجبتكم، يا رب يكون وصفي وشرحي وصل لكم. متأسفة لو طولت عليكم، بس الوصفة بتجبرني ان انا اشرح كل حاجة فيها، علشان تعبك ما يروحش في الارض. الحاجة غالية، والوصفة ما بنكلفهاش بالساهل. يا رب يحسن ما بين ايديكم وتطلعوا الحاجة احلى واحلى. مستنية تشتركوا في قناتي وتدخلوا اصدقائكم وحبايبكم عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر. مستنياكم اللايك والاشتراك والكومنت الجميل، وفي رعاية الله، وباي باي.